بعدك أنا جد سعيد كأحد أبناء مدينة سلا أننا اليوم تنستقبلوا المهرجان الدولي لسينما المرأة اللي تيتقام في هذه المدينة الجميلة والرائعة مدينة سلا. ومشكورين إدارة المهرجان واللجنة المنظمة وكذلك جمعية أبي رقراء اللي تتشرف على تنظيم هذا المهرجان. هذا المهرجان اللي تحتفي بالسينما وبالسينمائيين وخاصة بسينما المرأة. سينما المرأة تحتفي بسينما المرأة وتحتفي بالمرأة في السينما، فهذا شيء جميل أننا نلقاو تيمة من هذا النوع اللي دابا تقريبا عقدين من الزمن أن هذا المهرجان تيتقام، فتنشكروهم أن على الاستمرارية ديال هذا المهرجان، وخاصة أنه مهرجان اللي ولا رقم صعب في خارطة المهرجانات الوطنية، لأن هذا المهرجان هذا يقام له 1000 حساب يعني، وتنتظروه الجميع وتنتظروه عشاق السينما وكذلك عشاق السينما من شخصيات نسائية على الصعيد الوطني والعربي، لأن أولا تحتفي بسينما المرأة وتحتفي بالمرأة في مجموعة من المجالات، سواء كتابة أو إخراجا أو تمثيلا أو مهن مرتبطة به. فالحمد لله أن هذا المهرجان تحقق واحد المتعة وتحقق واحد الفرجة لساكنة مدينة سلا، وكذلك المجموعة من الفعاليات السينمائية سواء من داخل المغرب أو خارجه اللي ولاو تيجيو ليه بهذا المواعيد. فأنا تنهني إدارة المهرجان على هذا المهرجان السينمائي، وتنقول لجميع السينمائيين رجالا ونساء مرحبا بهم في هذا المهرجان السينمائي في دورته 17، وتنتمنوا لهم مقام سعيد في هذا المهرجان. بالعكس ما يمكن لي الا نكون متضامن مع الناس ديال طاطا، فاحنا مغاربه وما يمكنش ان ما نتضامنوش مع اخواننا في هذه الفيضانات كما تضامنا في ضحايا الزلزال. يعني عندنا هاد الناس راهم في حاجه لينا، وكذلك ان المسؤولين هما في حاجه انهم باش يقوموا بالواجب تجاه هذه الساكنه، لان هادو اخوان ديالنا واخوات ديالنا، فتنتمنوا من الله انهم ما تكونش واقعه كوارث كبيره، فتنتمنوا ما تكونش وفيات كثيره، فهادو اخواننا وتنضامنوا معاهم وقلبنا معاهم، وربي يحفظهم ويحفظ هذا المغرب ويخليه بلد امن ومستقر. أنا اليوم حاضرة خصيصا الاحتفاء بالممثلة الفنانة القديرة السعدية لذيذ، ونعم الفنانة الأصيلة المثقفة، نموذج في يعني جميع الممثلين الشباب. لذلك أنا حاضرة اليوم باش نكون من بين المحتفلين بها، لأنني أنا أيضا وخصديقة ديالها أنا أيضا فان ديال السعدية لذيذ. المرأة المغربية عيشي حياتك، تمتعي بحياتك، عيشي لو جوغ جوغ، نهار بنهار، والحمد لله اكبر. شوف حنا كندعيو دائما من اعماق القلب ديالنا لكل انسان لكل روح فين ما كانت، ربي معاهم بالرحمه، ربي معاهم باليسر بالفرج. وانا كنعرفوا بلي الايمان كيعطينا واحد الشحنه واحد الطاقه قويه باش نكونوا اقوى امام كل ازمه. هذه ازمه طبيعيه ودايزه واكيد الاتي افضل، ربي معاهم ومع الجميع يا رب. نحضر فعاليه افتتاح الدوره 17 مهرجان سينما ديال المراه بمدينه سلا. انا بنة المدينه احضروا هذا المهرجان بكل حب بكل شغف، متحمسه انني نشوف الافلام النوعيه ديالها والخصوصيه ديالها، كذلك لماستر كلاس بحجم الاساتذه وذوي الاختصاص اللي كاينين، وان شاء الله غادي ندوزو اسبوع زوين. نعم كاين الجديد هو اننا بصدد دراسه مجموعه المشاريع اللي غادي ندخلها ان شاء الله التصوير قريبا. وجد فرحانين اننا كنحضروا في هذا الحفل الافتتاح ديال مهرجان المراه، بحكم كامراه وكأم أنني نجي نحضر هذا المهرجان الجميل الرائع، مهرجان المرأة الدولي للفيلم بمدينة سلا، بحكمي كفنانة وكمديرة مهرجان إبداعات سينما التلميذ. عندي إن شاء الله الدورة السادسة بمدينة الدار البيضاء، وكنتمنى التوفيق إن شاء الله ومسيرة موفقة لهذا المهرجان اللي كنزوروه كل سنة. بصراحة هي موهوبة كتقرا التمثيل، ولكن اون باراليل انها تقرا بعدا مزيان دي ديبلومات ديالها، وعكس على بغات دير هذا المجال الفني نقولوا. وكنتمنوا لهم صراحة مأساة، يعني شيء مر تألمنا بكل صراحة. هذاك العام كان الحوز
كان الزلزال وهذا العام كنشوفوا هذه الفاجعه هذه، كنتمنى لهم يا ربي يحن فيهم. تحياتي لكم وشكرا. اولا بالنسبه لوجودي في المهرجان، فانا هذا المهرجان ديال سينما المراه من الدوره الاولى حتى لدابا دائما كنكون واجد، الا بعض المرات ملي كنكون كنصور شي حاجه في شي مدينه اخرى. هذه من جهه. ثانيا هذا المهرجان انا كنشكر جمعيه تبايا القراق على هذا المجهود الجبار اللي كتبذل، وراه ما ساهلش المهرجان، راه غير كنسمعوا المهرجان بحال اللي كيقولوا واحد المثله كيقول لك الحمام مع القباب، خصك على القباب ديالو ما هي وما نوعها. يعني هذا المهرجانات راه فيه القوه الجسمانيه والماديه والذهنيه وبزاف ديال المسائل. فانا كنشكر جمعيه تبايا القراق على هذه المبادره، وكنتمنى لهذا المهرجان ان شاء الله، لانه انا كنشوف غادي من حسن الى احسن. فانا اتمنى ان شاء الله ان يكون هذا المهرجان دولي رسمي، ماشي دولي كتستدعي يعني الفروق الاجنبيه، لا، رسمي بحال مهرجان مراكش. فاتمنى ان يكون، وعلاش لا، غادي يكون ان شاء الله. الجديد ديالك؟ انا بالنسبه لي مؤخرا سجلت مسلسل عنوان ديالو رحله العمر، راه كيدوزو دابا الدعايه ديالو ودايرين قريبا. هاد قريبا الله اعلم، لان الاداره ديال اللي كتبرمج هي اللي كيكون عندها وقتاش. اما حنا كنسجلوا كنتخلصوا، الله يرحم والدي، بغاو يدوزوه مرحبا، ما بغاوش يدوزوه مرحبا. المهم اداره البرمجه هي اللي عندها الحق وقتاش غدير، واش في رمضان ولا دابا ولا. انت كيف كتحيي المراه المغربيه؟ المراه المغربيه هي الكل، هي الام، هي البنت، هي الزوجه. المراه هي نصف الرجل، راه لولا المراه ما نكون لا انا ولا انت ولا هذا ولا أنا. كيفاش المراه المغربيه ولا سيما المغربيه يعني تبارك الله عليها فين ما حطيتيها. يعني انت كتشوفي في الطب، في الهندسه، في الامن، في الدرك، في الجيش، في القوه المساعده، يعني في الوقايه المدنيه، في الرمليه، في المستشفيات. يعني المرأة تبارك الله المغرب، محاماة المرأة المغربية هي الكل، فالله يعطيها الصحة ولهنا يخطي علينا المرأة المغربية. هذه القضية ديال الخطأ كيكون واحد الخطأ، وانا اسمحوا لي نقولوا يعني يمكن نكون على صواب، يمكن نكون خطأ. كاين دابا اللي كيبنيو كتجي واحد 4 سنين ولا 5 سنين ديال الجفاف كيبنيو حدا الواد. اش كيقولوا بلي الشتاء ما غتجيش الصيف. هذاك الواد لا، الواد واخا يبقى 40 عام ملي كتجي الحمله كيهبط، ولا هبط على قراب كيجمع كلشي. يعني خص ديما بنادم يدير الاحتياط انه ما يسكنش قرب الاوديه وقرب. التواجد ديالي بالمهرجان اليوم الا وانه فخر المدينه الثالث، وحنا فخورين اننا كشباب مدينه الثالث بهذا المهرجان اللي كيتنظم كل عام عندنا. والحمد لله المدينه اللي مليئه بالمواهب والطاقات، فقط خاص تعطيهم الفرصه وغيبينوا وغيكونوا قد المشعل اللي غادي تعطيهم ان شاء الله. ومازال مدينه الثالث غتزيد تخرج مواهب وطاقات في جميع المجالات كل عام ان شاء الله. صراحه حنا كمغاربه الفاجعه ديال طاطا ضراتنا بزاف وألماتنا، يعني واخا حنا بعاد عليهم ولكن تنحسوا بداك الشيء، خاصه ان المغرب كل عام ولا كيعيش فاجعه. العام اللي فات كان زلزال، هذا العام فاجعه طاطا، يعني واحد الامور اللي كضرنا في قلبنا، ولكن هذا الشيء مكتوب من عند الله وقضاء وقدر، يعني ما يمكنش نقولوا شي حاجه فيه. الحمد لله كيف ما فيه واحد الحاجه اللي كتضر فيه منفعه، الحمد لله الحقول يعني بزاف الايجابيات كانوا فيه، واخا فقدنا ناس الله يرحمهم يا ربي ويكون مع الناس ديال طاطا. الجديد ديال الزريقه غيقدر يكون واحد العمل سينمائي ان شاء الله الا كتاب، والجديد في اليوتيوب
يلا تحط فيلم د ابليس وجاي واحد الفيلم اللي غيكون فيه بزاف لي زانفلونسر النيفو غادي يمشي يطلع كيف ما تنقولوا داوم الانسان ما خاصو يديفلوبي راسو وهادشي اللي تيدير زريقه غادي يمشي يطور من راسو باش يوصل لواحد النيفو زوين. الحمد لله بدينا من الصغير ولات عندنا واحد الشعبيه اللي كبيره وكبيره في المغرب كامل وهذا الشيء كيدل الا انك تحط واحد الحاجه زوينه ومادام عندك واحد البيبليك الا انك خاصك تزيد تخدم وتبين لهم الحقيقه والزريقه غيوريكم الحقيقه وغير دقيقه. انا الحقيقه التواجد ديالي اليوم هو خصيصا للتكريم ديال السعديه لديب اللي هي صديقه مقربه واللي ماشي غير حيت هي صديقه لانها ممثله جميله وحققت التواجد ديالها بكفاءه واللي كنبغيها بزاف لا كانسانه ولا كفنانه وكنقول لها الف مبروك كتستحق وان شاء الله دائما في الاوج. كلمة الفرق المغربية بصفة عامة خاصة هذا المهرجان اليوم ديال المرأة. اللي نقدر نقول ان المرأة المغربية حققت التواجد ديالها بالكفاءة ديالها في جميع الميادين لا في السينما لا في السياسة لا في الرياضة يعني في كل الميادين حيت المرأة المغربية دائما كانت مرأة مكافحة والمرأة المكافحة ماشي غير المرأة اللي قرات وخدمات كنشوفوها حنايا المرأة اللي في البيت راه كتكافح مع ولادها مع دارها المرأة اللي في البوادي كتلقى الأغلبية ديال النساء هما اللي كيشتغلوا في البوادي والأشغال الشاقة. الوغ كل الحب وتقدير للمرأة المغربية وكنتمناها دائما تبقى في نفس الصورة وأنها نموذج للمرأة الناجحة.